يلا بينا نعمل سينابو، بس المرة دي على طريقتي، طريقة جديدة وسهلة وحلوة هتعجبكم جدا. تفطروا بيها الصبح أو مع فنجان القهوة أو الشاي، هتعجبكم قوي قوي ومشهية. يلا بينا على الطريقة والمقادير. سينابو حادق، هنحتاج كوباية لبن دافية، هنحط معاها معلقتين سكر صغيرين ومعلقة خميرة صغيرة، وبعد كده نقلبهم كويس لغاية ما السكر يدوب، بعدين نركنهم شوية على جنب حوالي 10 دقايق. نحضر بقى المكونات الجافة. هنحتاج كوبايتين دقيق، عليهم رشة ملح، معلقتين زيت، وبضاية، وبعدين انزل اللبن اللي احنا عملناه بالخميرة، وبعدين ابدأ اقلب. في البداية هتبقى ستيكي عادي خالص، ما يهمكوش. اول ما هتحط عليها معلقتين السمنة هتبدأ تلم نفسها وهتبقى عجينة متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما حطينا السمنة هي بدأت تبقى عجينة متماسكة. نفضل بقى نعجن فيها لغاية ما تلاقوها تلزقش في ايديكم. في نفس الوقت هي شايفين هي عجينة طرية جدا وستريتش. نسيبها تخمر حوالي ساعة ونص، 45 دقيقة لساعة ونص، لغاية ما تضاعف حجمها. عموما تضاعف حجمها نبدأ بقى نديها عجن كمان، ونفردها على سطح فيه مرشوش دقيق على شكل مربع. وبعد كده بدأت أحط على وشها حبة سمنة كده خفيفة خالص، وأفردها كويس. نبدأ بقى نرص فيها حشوتنا الحلوة. الحشوة اختياري اللي انتوا تحبوه، يعني ممكن تحطوا لها لحمة مفرومة، تحطوا لها جبن، جبنة بيضة حتى، اي حاجة اللي تحبوه. بعد كده رحت حاطة قطع جبنة شيدر، ممكن جبنة بيضة وتتلف على كده عادي اللي تحبوه. بعد كده تركي وزيتون اخضر مقطع ترانشات. وبعدين بدأت ألفها كويس، وبعدين أقفل العجينة. أهم حاجة العجينة دي تتقفل كويس. وبعدين في صينية مدهونة زيت أحط القطعة بتاعتي بعد ما أقطعها، وأقطعها نحاول قدر الإمكان تبقى قطع متساوية. نسيبها برضو تخمر حوالي نص ساعة، وبعدين نولع الفرن على 180 لمدة ربع ساعة، وبعدين ندخل الصينية لمدة 17 دقيقة ل20 دقيقة. هتطلع لنا حمرا وشكلها حلو كده. فطار جديد وسهل ومشهي. ممكن بقى نحط عليها الصوص اللي احنا عايزينه، ممكن رانش، ممكن نيويورك، اللي تحبوه. هتلاقوها هشة جدا، وفي نفس الوقت الجبن هتبقى مديها مطة حلوة. هي طعمها حلو جدا، وانا بحبها على طول بعملها. يا رب بقى الطريقة دي تعجبكم وتجربوها وتقولي لي ايه رأيكم فيها. وبالهنا والشفا، ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب.